يا عيني على الكبة. طبعا الكل تحبها الكبة، نقولها كبة اليخني أو كبة الرز. أكيد كل واحد شون ما يحب يسميها، وهاي كبتنا. مرحبا حبايبي، إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي وين ما كنتوا. وهاليوم حبيت أسويكم أطيب كبة اليخني من مطبخ سهيلة على طريقتي الخاصة، وخلي نشوفها ونسويها مع بعض. يلا خلينا نبدي، شير ولايك واشتراك بقناتي. طبعا شلون عجينة، هم إذا واحد ما يعرف يسوي كبة بس يشوف هاي العجينة راح يشتهي يسوي الكبة بأسهل طريقة. هم ما يعرف راح يتعلم هسه من مطبخ سهيلة ويا الكبة. وهاي طلعت هاي العجينة طلعتنا أطيب كبة. وهاي حضرتها المكونات، عندنا تمن، عندنا لحم هبرة، عندنا لحم مال خشن، بقر وغنم، وبصل وملح، فلفل أسود، بهارات، 7 بهارات. 7 بهارات أنا سويتها بالبيت، إذا تحبون وصفة موجودة بقناتي. واللحم الهبر أخلي مرات 500 ومرات 600، واثنينهم نفس الشي يصير تحطون. أطيب كبة اليخني الواحد يسويها بالبيت. هنا عدني كيلوين تمن، نقعته تقريبا 5 ساعات، خليته بالمي، بعدين خليته ينشف، صفيته ونشف. ورا 5 ساعات هسه بديت أسوي، ضفت ملعقة أكل ملح، وبعدين زيدت أني نصف ملعقة اللخ، لين واحد يحتاج وراح يذوقه أكيد 100%. هنا جبت لحم هبرة تكون صافي بدون جلد وبدون أي نقطة دهن بها، عم تصير عندنا كبة طيبة. كل كيلو تمن ياخذ نصف كيلو لحم هبرة، كيلوين ياخذ كيلو لحم هبرة. وحبايبي من تاخذوا تريدون تسوون كبة نفس اليوم، اخذوا كبة لحم مال كبة دق نفس اليوم. عندنا هنا التمن راح اضيف اللحم، والمل تاخذون مال مجمدة تاخذوه تحطوه بالمجمدة وبعدين تسووه، ما تصير كبة تطلع زينة. ما قد ما يكون جديد بجديد تطلع احسن. اني اخذته قبل ما اسويه، رحت جبته من نص ساعة وجيت يكون اطيب وتطلع كبة زينة. هاي بديت اخلطها كل اللحم ويا التمن ويا الملح، راح نخلطها خلطة زينة، وراح نسوي مثل العجينة ويانا، وراح نفرمها بالماكينة. ست البيت اللي عندكم انتم بالبيت تقدرون تسووه. بست البيت عندكم مفرامة مال اللحم، الشي الموجود تقدرون تسووه. هسه كلها راح اخلطها ونسوي. كملتها بهذا الشكل، وطبعا اذا تعرفون اني على طول يكون شرحي سهل وبسيط. سويته بهذا الشكل. شوفوا دا يصير عندنا اللحم والتمن. أنا هنا حضرت البصل حطيت تقريبا 5 بصلات. البصل فرمته ناعم وضفت عليه ملح تقريبا ربع ساعة ظل عليه بين ما حضرت اللحم كله كملته، خليته وراح أصفيه من المي مالته. من أصفيه من ميته مالته أخليه كله باللحم. اللحم لين بدون قلي، هذا اللحم ما قلينا ولا سويناه شي. هنا حضرت البصل وحضرت اللحم، راح نضيف عليه الملح تقريبا هي العين، كل واحد يعرف ايش قد يحط الملح. هنا جبت البهارات حطيت ملعقة أكل وملعقة أكل فلفل أسود. وأتمنى تشوفوا الفيديو تسوون نفس الطريقة اللي سويت أني. هاي ملح حطيت كانت ملعقة أكل، وأكيد أني راح أذوقها مرة ثانية. البهارات أني سويتها بالبيت، هاي الطريقة عندنا تقريبا يمنا 50 سنة. هاي طريقة البهارات، 7 بهارات نقولها أو بهارات مشكلة، كلها راح أعجنها بهذا الشكل. راح يصير الطعم يخبل. طبعا ريحة البهارات صارت بالمطبخ كلش طيبة. راح أكملها وصارت عندنا عجينة جاهزة. هسه صارت يمنا، شوفوا بهذا الشكل صارت عندنا عجينة الكبة التمن ونقولها أو حشوة. هنا أنا راح أحضر حشوة ثانية، راح نسويها بصل، نقلي البصل مو نقليه يصير على صفار، وراح نضيف عليه
هنا عندنا ملح، ملعقة أكل ملح. هاي الملعقة مو كبيرة، صغيرة. عندنا كبار وعندنا صغار، هاي صغيرة هي مو كبيرة. خليت الملح، هذا ما صفيت البصل بس قطعته وخليته. خليت الملح وخليت البهارات وفلفل أسود. هنا راح أخليهم شوية بس على مود يصير اللون على الصفار. صار اللون الأصفر، شوية ذبلة البصلاية وراح نضيف وياه اللحم. راح نخليه اللحم ما نخليه يستوي كثير، نقول على النص. وراح أطفي النار وراح أبدي أخليه من يبرد. راح أحشيه، راح يصير عندنا نوعين كبة: كبة لحم لين وكبة لحم قليل بصل واللحم نقول. وراح نشوف أطيب كبب راح تصير عندنا. وهاي كنتم طالبين من عندي هذا الشي، وهاي سويته لكم. هاي كملت يمنا. وراح ناخذ هسه بدينا ناخذ لها التمن وراح نثرمها بالماكينة. ثرمتها بهاي الماكينة اللي عندي بست البيت. وشوفوا شلون صارت من تصير عندنا طوبة، يعني جهز يمنا العجينة. صار هسه جاهز عندنا. شوفوا صارت بهذا الشكل العجينة مالتنا، ما شاء الله عليها. نقول يعني على طول لازم نقول ما شاء الله. هاي طلعت يمنا أطيب عجينة وأطيب، صدقوني، حشوة بالطعم وريحة البهارات مالتها. وهسه راح نبدي نحضر كبة. هنا عندنا شوية جبنة زيت، وأخذت العجينة سويتها القطع دوائر. راح أخليها على صفحة لأن أنا على طول أسوي الكبب مالتي بهذا الشكل بداية تصير يمنا أسهل. حضرتها بهذا الشكل وراح أبدي أشوف العجينة شلون طلعت. طبعا تجنن العجينة مالتها كل سهلة. هاي أخذت العجينة مالتنا راح أفتحها بهذا الشكل. طبعا ما شاء الله على بناتنا وخواتنا كلهم خير وبركة ويعرفون كلهم شلون يسوون، بس اكو مبتدئين هسه دا يسوون يتعلمون. سووهم بهذا الشكل. نفتح العجينة صغيرة وراح نكبرها بإيدنا وراح نحشيها. أكيد راح نمسحها شوية بالزيت وراح أفتحها بهذا الشكل. وأكيد راح نطلع الهواء مالتها على تصير يمنا طيبة وما تنفتح. أكيد ما راح تنفتح لأن اللحم مالتها كامل، ما بي أي دهن ولا جلد، نقول مالها برا. راح أفتح الثانية وأسويها لكم بالحشوة، نفس الحشوة، الحشوة اللحم مال بقر وغنم، بس ضفت بيه بهارات ملح وفلفل أسود. وأتمنى إذا حبيتوها الوصفة لا تنسوني باللايك والاشتراك بقناتي. سووا لها الشير خلي يشوفوا الحبايب. وهاي راح أكملها لكم بهاي الطريقة السهلة أو الطيبة. راح أسوي لكم مرة ثانية. شوفوا ما شاء الله شلون صارت. وهاي جبنا راح أسوي ثانية بالحشوة اللي خلينا بصل شوية يتحمس. هسه راح أسويها نفس الشكل. أكيد كبة اليخني أو كبة الرز نسويها بهذا الشكل أو الموديل تريدوا، بس هذا على طول احنا مسويه من قبل. وراح هسه بدينا أخذنا واحدة ثانية وراح نسويها بهذا الشكل. إذا تكون شوية زايد بيها راح نقطع هذا الزايد نخليه على الصفحة وراح نكتلها بهذا الشكل. وأكيد راح نمسحها شوية بالزيت. وهاي راح أكملها كلها لكم طريقة سهلة وبسيطة. إذا تشوفون كل السهل دا أسويه خطوات سهلة وبسيطة، أنا الكل تستفاد وتصير يمها سهلة. شوفوا ما شاء الله العجينة، ايش أقول لكم على العجينة مالتنا تخبن. وهاي كملتها بالعافية نقول علينا وعليكم. وهسه راح نبدي نصفتها. نقول يا عيني على الكبة. أتصور الكل اللي يحبها الكبة، وخاصة العراقيين احنا نحبها كبة اليخني. نسووها حمرة، تسووها بيضة، كلش طيبة. وطلعت يمنا الكيلو وين ما شاء الله بركة. وعندي هاي الفكرة أنا أسويها على طول وأتمنى تستفادون من عندها. احنا من نسوي كثير. أنا إيش أسوي؟ أخذ مجر مال المجمدة، أنظفها كلها تكون نظيفة، خلي الورقة الزبدة وصفت بيها الكبب وخليها بفريزر تجمد. ثاني يوم أشيلها وأخليها بالأكياس الفريزر. واي طلعت يمنا أطيب كبة يخني. قول بالعافية علينا وعليكم.
وإن شاء الله يا ربي أشوفكم بالفيديو الجديد. مع السلامة.